السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله. سؤال عليكم، مرحبا بكم البنات العرايس اللي انضموا معايا للقناه. نقول لكم مرحبا بكم، شكرا بزاف على تعليقاتكم الشابه. قبل ما نبداو نصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم البنات جبت لكم روتين ولا هتشوفيه جديده. نقول لك الا انت عروسه كيش ما تحقي جهاز كامل، رانا نبارطاجوا لاشين يعني من داك جهاز ومن داك روتين عروسه جديده. البنات اليوم جبت لكم هذا الروتين، يعني كنت نوض الصباح بكري. شكون كيما انا فيها هذاك المشكل تاع مهما كان البرد يعني تجي تفتح التواقي. انا الله غالب يعني الا قلنا نحل الطاقه باش هكا تتهوى الدار وكامل. ليسونسيال راح نخليكم مع الروتين ونروح نجاوبكم على واحد السؤال اللي تكرر من شحال من فيديو. كل مرة نقول هاد المرة نجاوب عليه، حتى اليوم يعني وين صحت لي الفرصة. السؤال اللي كنتو سقسيتو عليه تقولوا لي كيفاش نتعاملوا مع أهل الزوج، يعني مدينا نصائح. انتي اللي كي تشوفي فيا جديدة، سواء كنتي عاد مخطوبة مقبلة على الزواج ولا كنتي عروسة وساكنة في دار العائلة، نصحك أنه تسمعي هاد لا فيديو ومدوا لي رأيكم في التعليقات. إلا كنتِ مخطوبة واحد تزوجي يعني في دار العائلة، النصيحة الأولى اللي ننصحها لك يعني في فترة الخطوبة سيي لو ماكسيموم ما تدخليش روحك فيهم بزاف. نعطيك مثال، يعني كيما الأم تاعه تهضري معاها في المناسبات مثل الأعياد، يعني عيد الكبير عيد الصغير، أبار هذو ما كاش إلا إذا كان مرض، يعني متجيش تدخلي روحك فيهم بزاف. مام إلا كان عندك سلافاتك، إلا كان عندك أخوات الزوج كامل، يعني سي ما تدخليش روحك فيهم قبل الزواج، يعني اقعدي بعيدة. من بعد ما تسيي تشرطي شروطك، الشرطي على الزوج تاعك قول له إلا تقدر يعني دير لي كوزينتي وحدي، يعني يدير لك شومبرا وكوزينة إلا قدر يديرها لك، يعني ماذا بيك انتي هاكا تيفيتي المشاكل. وإلا كان ما قدرش يديرها لك يعني وراح تقعدي معاهم، لكن كي شغل كيما حنا نقولوا كي تقعدي معاهم لازم ديري شروط لروحك، يعني هذه حاجه ما فيها والو. الا قعدتي معاهم لا سيما لازم النهار الاول تدخلي بشروطك. يعني نعطيك مثال، هاكي تزوجتي وكامل ورحتي وسكنتي في دار العائله وكنتوا كامل في كوزينه واحده، الحاجه الاولى اللي تروحي تشوفيها شوفي اشعال هما في العائله، يعني الا كانت خواتاتو ولا سلافاتك يعني لازم ديري انتي وياهم الداله. باغ اكزومبل اليوم انتي غسلتي الماعن وسيختي، الاخرى دير الفطور، ليسونسيال عفسه كيما هكا. هذه هي الحاجه اللي ننصحك بها، يعني ما تسييش تخدمي كلش وحدك، يعني ولا تدخلي للكوزينه وتقعدي ملي تدخلي وانتي تهمبري وانتي كيما هذيك الحمار اللي تنوضي وانتي تسيقي وانتي تغسلي. لا لا حبيبتي، قولي لهم الداله، يعني كل واحد يخدم. يعني انتي خدمتي مثلا اليوم الماعن، الاخرى دير الفطور، تعاودي في الليل يعني تتعاقبوا على العشاء، ليسونسيال عفسه كيما هكا. وقبل ما تبداي كامل الشغل تاع الدار، النصيحة اللي ننصحك فيها، إلا كانت عندك اليوم لازم تنوضي تدخلي للكوزينة، نوضي شوية بكري، يعني نوضي على جواية ساعة هكاك. نوضي حبيبتي، فتحي طاقتك، خملي شومبرتك، ديري يعني العناية بالنفس تاع كل يوم، يعني تهلاي في روحك وروحي ديري شوية ميكاب خفيف، حرزي تروحي للكوزينة بلا ما تستيكي روحك. هذه حرزي باسكو تدخل عليك واحد على غفلة ولا ليسونسيال تكوني لهلا يعني متقمة روحك وتدخلي للكوزينة. الحاجة الأولى اللي ديرها روحي حبيبتي ديري الفطور، راكي تعرفي يعني باش ما يحسمكش الوقت. شتي العجايز يعني تاع العجايز ولا الشيوخ تاع بكري، يعني يبغوا الماكلة شوية بكري. ليسونسيال وجديها كيما قلت لك باش هكا ما يحسمكش الوقت وتبدي تجري منا ومنا، كلشي ديري في غرضك. ودخلي الكوزينة، يعني خدمي خدمتك، غسلي مواعينك. الا كان بانت لك يعني كاش ما تنقي في الكوزينة، يعني هذه حاجة نورمال. باغ اكزومبل حبيتي تجبدي إليمون تنقيه ولا ما فيها والو، يعني سي شوفي كي تدخلي لدار العائلة الحاجة الأولى اللي نوصيك عليها هي تحطي نيتك. شوفي ما تحطيهاش تحطيها حتى يعني تتطفر لك غير في صحتك، مي بحدود. كيما حنا نقولوا كي تجي تخدمي حاجة خدميها من قلبك. إلا اليوم حبيتي ديري فطور تغسلي مواعين من قلبك، يعني ما تكونيش هكا زعما ديري في عفسة من فوق قلبك ولا لا، خدمي كل حاجة من فوق قلبك. هذه بالنسبة إلا كان عندك مثلا راح تدخلي للكوزينة. إلا كان عندك اليوم الآخر مثلا راح تدخلي تسيقي انتيا والأخرى راح تدير معاك الفطور ولا تدخل الكوزينة، انتي واش ديري؟ انتي راح تسيقي اليوم كامل السكنة. راح نعطيك نصائح.
سيقي شنبرتك، نقي هكا سانيتير ايتو. مي كاينة عفسة إلا كانت معاك سلفتك عايشة، ما تسييش كيما حنا نقولوا تبيني ديك القفوزية تاعك ولا ديك الشطارة تاعك، باسكو كاين بزاف عرايس كي يدخلوا جدد لدار العائلة كيما حنا نقولوا تبغي تبين شطارتها، وكانت تصيب الكالاج تحكه بالشيته تاع الدونتيفريس هذيك، تقعد تحك فيه غير باش تقول باش يقولوا هذه قافزة هذه شاطرة، تدخل جارة تقول هذه قافزة. القفوزية ماشي فيها الصوالح، القفوزية في الاحترام، القفوزية في كي تكوني تعرفي تهدري، ليسونسيال في بزاف عفايس، بصح ماشي باش تهلكي صحتك غير باش يقولوا هذه قافزة، هذه ما ننصحكش بها يعني صراحة. المهم قلت لك سيقي مي كي تجي يعني عن سلفتك من الأحسن كل واحدة تنقي دارها وحدها، باسكو إلا كان سيتي غلطتي مرة رحتي سيقتي كلش يعني سيقتي كامل السكنة، مرة أخرى يعني راح تكون سلفتك يعني لهي في الكوزينة راح تجي تقول لك لو كانت تنسي غير مرة كيما احنا نقولوا ما تسيقيهاش، ولا انتي خلاص يعني تبدلي العقلية وتقولي ما زيدش نسيق لها، تقول لك واش خبر ما سيقتي ليش. يسمى قبل ما تتزوجي ولا كيما احنا نقولوا كي تتزوجي ما تبدليش طبيعتك، ما تتصنعيش. انا ضد وحده كي شغل تتصنع، مثلا عيشي على طبيعتك، ما تسييش كيما احنا نقولوا تبيني صوالح من فوق طاقتك غير باش تباني قافزة، باش تباني ما شاء الله، باش الناس كامل تشكرك. عيشي على طبيعتك، احترام حاجة باينة هذيك تاع صباح الخير مساء الخير، سي ما تدخليش روحك بزاف، ما تضحكيش بزاف، باسكو هذيك الهضرة الزايدة حتجيب لك غير المشاكل. والله نصيحة في سبيل الله، ما تكثروش الهضرة، ملي تنوضي وانتي تضحكي وانتي فلانة راح تدخلي في النميمة، راح يولي الاحترام ما كاش، راح يولي يقيسوا لك هضرة نورمال يعني تجيك عادية هكا. ما راح شوفي الا دخلتي بهاد العقلية من بعد ما راح تقدري تفرضي الاحترام لروحك. وحاجة واحدة أخرى، لازم الزوج تاعك تشرطي عليه شرط، قال السخونة أروح نهدر معاك، لازم كيما حنا نقولوا أنت إنسان كشغل تقيمني قدامهم، باسكو إلا فات راجلك ما قيمكش قدامهم وكان يرخص قدامهم وشغل الهضرة اللي يقولها قدامهم ماهيش هضرة اللي تنقال قدامهم، دخلتها لكم قدامهم ليسونسيال، تما راح كيفاش راح نقولوا راح يدلوك، راح يقولوا هو ما هوش محترمها، إذا احنا نديرو فيها راينا ملل. لا يعني كوني هدري انتي والزوج يعني خلوا حياتكم خاصة، خلوا حياتكم في شنبرتك، ما تحكيش أسرار اللي يصيروا بينك بين زوجك. مثلا قررتوا باش نعطيك مثال ديروا حاجة في حياتكم بروجي ولا ماشي غير تخرجي مور الباب واش راح ندير واش راح ندير، وقلت لكم هذيك الهضرة الزايدة تجيب لكم المشاكل تاع الراس. يسمى من بعد لو كان سي تغيري روحك ولا تبعدي عليهم ولا راح يقولوا هذه ماهيش كيما كانت، لازم عندها مشكل. المهم قلت لك شوفي سي كيما احنا نقولوا تدخلي بعقليتك عادي، ما تتصنعيش. صباح الخير مساء الخير يعني تهضروا في الهضره مفيده، الا سكساوك ريبوندي لهم، ما سكساوكش ما تريبونديش. الا كانوا يضحكوا ما تيجي دخلي روحك بزاف في الكوستو. وإلا كانوا عندك حماتاتك ويجوا يعني عند الأم تاعهم يعني حاجة باينة حبيبتي توجبي لهم طيبي لهم وكامل، بصح ننصحك نصيحة يعني كي يكونوا هكا مقصرين مريحين ريحي ديك شوية ومن بعد كي نصاي نوضي، ما تصمتيهاش باسكو يجوا هكا متوحشين يماهم على باليش انا يحكوا لهم، ولا ما تصمتيش روحك ولا تقعدي مدخله روحك بالسيف ولا يهضروا في هضره تبدي تنطقي فيها، ولا دخليش روحك في صوالح اللي ما يخصوكش. عندك دارك، عندك شنبرتك، عندك مسؤوليتك، عندك زوجك، هذو قوميهم وخلاص. تجيك خرجه مناسبه إلا قالوا لك روحي تروحي معنا مرحبا روحي معاهم حبيبتي، ديري الواجب تاعك، ما قالوا لك راكي مريحه في دارك. والعنايه تهلاي في روحك، تهلاي في روحك هي الحاجه الاولى، يعني هذا اللي نوصيها لك، ما تهلكيش صحتك، يعني خدمي على قد ما تنجمي، باسكو في هذه الدنيا كي تروح لك صحتك اقسم بالله العلي العظيم البنات ما كاش اللي راح يرد لك هذيك الصحه. خطره اخرى كل واحد يقول نفسي نفسي، يسمى كل واحد يتهلا في روحه ويعيش كيما احنا نقولوا على حسابه. صلي وادعي ربي، يعني اي حاجه تضرك صلي وادعي ربي، سي ما تكثريش الهضره والمشاكل تعرفي كيفاش تتصرفي معاهم بهدوء، باش هكا يعني ما يصراوش مشاكل كبار وما تقعديش تدخلي في هذوك الصديعات وهذوك. سما من احسن قلت لك ما تدخليش روحك باش تيفيتي المشاكل.
هذه هي البنات، هذا هو النصائح اللي عطيتهم لكم. إلا عجبوكم بيان سور قولوا لي، نزيد ندير لكم الجزء الثاني تاعه. وكل مرة نصحكم على حاجة خلوا لي كومنتير باش كل خطرة نطلع واحدة نجاوب عليها. هذه هي البنات، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. نتلاقوا في فيديو واحد آخر، مع السلامة.